السلام عليكم ايها الرائعون. النهارده ان شاء الله هنتمرن تمارين كتف. طبعا اهم حاجه عايزين نتكلم عنها ان مفيش حاجه في التمارين اسمها تمرين كتف المدمره، او كتفك هيبقى قد دماغك، او كتفك هيتدور ويتكور ويتحور ويتنور وكل الكلام اللطيف ده. مفيش حاجه اسمها كده، الكلام ده كله كلام اعلانات، يعني فقط عشان اجذبك ان ادخلك للفيديو. ولكن هي الفكره كلها ان هي تمرين الكتف مثل اي تمرين كتف عادي او اي تمرينه. يا جماعه ما تخلوش نفسكم يضحك عليكم بالكلام ده، فقط تمارين هي تمارين. الفكره كلها واللي بيحصل عن طريق ان انت بتعمل برنامج مناسب ليك، برنامج للتمرين وبرنامج للتغذيه عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. تمام. الاختلاف هنا يعني جوده الاوزان او جوده التمارين عن طريق الحاجات اللي احنا قلنا عليها، مش عن طريق التمرين نفسه، لان التمرين اي حد بيلعبه. خش بقى في التمرين وكفايه رغي، يلا بينا ندخل في تمرين. اول تمرين هنا ارنولد بريس، تمرين زي التجميع الجانبي ولكن انا بشتغل فيه بالحركتين وبشتغل فيه بوزن متوسط مش تقيل عشان اتقن فيه الحركه اللي انا شغال بيها. هيا بينا نيجي بعد كده للتمرين اللي بعده. التمرين هيبقى على جهاز الشولتر بريس. التمرين ده هيبقى هنشتغل الجزء الامامي، هيبقى الكرسي تقريبا مظبوط على 90 درجه او اعلى شويه. بننزل بالمرفق لغايه الدقن او لغايه الكتف ونطلع لاعلى. التمرين ده طبعا بيشتغل الكتف الامامي وبيشغل معانا عضلات الابر ترابيزيوس. ليه بيشتغل الابر ترابيزيوس او الترابيز العليا؟ لان هنا بعمل عمليه اسمها elevation او بعمل حاجه اسمها upward rotation مش elevation، upward rotation. فبتشتغل معايا عضلات التغبيس. تمام. وانا نازل باخد نفس وطالع زفير. جيد. التمرين اللي بعده هيبقى تمرين رفرفه جانبي، مايل ليه براسي لقدام، مايل عشان افصل خالص عضلات الكتف الجانبي عن الحركه. جيد. فاصلها خالص وخلي الحركه ناتجه فقط عن طريق الكتف. وهنا بشتغل بعمليه اسمها ابدكشن، عمليه تبعيد، ان انا ببعد ايدي عن محيط جسمي منتصف الجسم وبطلع بيها للخارج. دي الحركه الوحيده فقط اللي بتشغل فيها عضلات الكتف الجانبي، وهي اهم عضله اللي هي بتبرز فيها شكل الكتف، واهم تمرين ليها بيبقى تمرين الرفرفه ده، او التمرين عامه اللي بتعمل فيها عمليه تبعيد عن الجسم. جيد. ونازل كده عشان ما تشغلش معايا عضلات التغابيس، فاصلهم خالص وخلي الحركه فقط ناتجه عن طريق الكتف الجانبي. جيد. نيجي بعد كده لتمرين الكتف الامامي. ممكن تلعبوا اي طريقه، بس دي برضو احنا بنوري طريقه من التمارين. هنا بنشتغل بالروب، الحبل على الكيبل، بننزله تحت خالص وبنطلع نعمل بنعمل اكستنشن او بنعمل فليكشن وننزل اكستنشن هكذا. يعني بنعمل برضو عشان نبسط الدنيا، بنطلع نفرد ونتني او بنطلع نتني ونفرد هكذا زي ما احنا شغالين كده بالضبط. جيد. جسمي كله مفصول زي ما احنا قلنا، والحركه ناتجه فقط عن طريق عضلات الكتف الامامي. بعزلها الحته اللي قدام الكتف الامامي ديت هي اللي بطلع بيها وبنزل. نيجي بعد كده لتمرين الكتف الخلفي، وهي بتبقى صعبه شويه ومحتاجه شويه اتقان عشان في الاخر نطلع الحاجه شكلها لطيف. بنظبط الدكه بتاعتنا على 30 درجه وبنطلع برضو عن طريق العضد. عظمه العضد يا جماعه هي المرتبط بيها كل حاجه، هي اللي بفردها لورا، مش بفردها كمان وخلاص، بفردها بزاويه مايله شويه زي ما احنا واخدين بالنا كده، وقلنا قبل كده في فيديوهات قبل كده بزاويه تقريبا 45 درجه، وانزل بس عند الجذع واطلع تاني افرد. ومش مطالب مني اوزان تقيل، مطالب مني فقط اتقان الحركه. مهم جدا اتقان الحركه عشان العضله دي ضعيفه عند الكثير من الناس. وبرضو بحاول ان انا اطلع زفير وانا بفرد، بطلع ونفس وانا نازل. جيد جدا. تمام، مثل ما ترون في هذا الفيديو البغيض. هنيجي بعد كده نفس التمرين لكن بالبار. تمام. برضو هطلع بالبار، مش هطلع والمرفق لقدام، لا، تاني تقريبا 45 درجة واطلع زفير وانا نازل، نفس وانا طالع. طيب اي التمرينين بيكون اقوى؟ تمرين بالدمبل بيكون اقوى. طيب تمرين الباتر فلاي مهم، تمرين الباتر فلاي اللي هو الفراشة مهم، ولكن في عضلات تانية هتشتغل معايا اكتر. التمارين دي بتبقى عزل اكتر على عضلات الكتف الخلفي، خاصة الدمبل اللي احنا ذكرناها في الفيديو السابق اللي قبل ده. تحياتي، يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وصلوا على محمد، لايك وشير عشان تفيد غيرك. اقفل يا ابني.